الليلة هعمل معاكم وصفة لحمة بالخضار والبطاطس لذيذة جدا، والأهم من كده إنها سهلة خالص، وده كله في طوة واحدة بس. يلا نشوف طريقة تحضيرها. أولا هحتاج لفنجان من الزيت في طوة على النار. أول ما يسخن معايا الزيت هأنزل بنص كيلو من اللحمة الصافية قطعتها لقطع صغيرة. هقلب اللحمة مع الزيت لغاية ما يتغير لونها، هتاخد معي زي دقيقتين كده هيتغير لونها بالطريقة دي. بعد كده هبهر اللحمة، هضيف توم مهروس زي 5 فصوص من التوم المهروس، وملح وفلفل أسود وكزبرة وجنزبيل مسحون. هضيف كمان ملعقة كبيرة من دبس الرمان. هقلب الحاجات دي كلها مع بعض لغاية ما تتجانس معايا تماما. وبعد كده هضيف شوية من الموية، حاجة بسيطة زي فنجان وحاجة بسيطة من الموية على الموية اللي طالعة من اللحمة. بعد كده هوطي النار خالص واغطي اللحمة بتاعتنا واخليها تستوي براحتها. اخدت معايا تقريبا نص ساعة وهي كده استوت معانا. باقي شوية من الموية فيها ما نشفت خالص. هنزل فلفل الوان وبصل ابيض مقطعاه لقطع صغيرة. الفلفل الالوان والبصل الابيض هياخد من باقي الموية بتاعت اللحمة، يعني بنخلي اللحمة ناشفة خالص عشان يتشرب معايا باقي موية اللحمة وياخد من طعم اللحمة والبهارات. هنقلبهم مع بعض 5 دقايق كده لغاية ما نحس انه خلاص نشفت معانا. اخر حاجة هنضيف بطاطس مقلي وبس كده. هنقلبهم مع بعض لغاية ما يتجانسوا والبطاطس ياخد من طعم اللحمة والخضار، وهي كده جاهزة معانا. جربوها هتعجبكم جدا ان شاء الله. ما تنسوا تشتركوا في القناة ولايك للفيديو لو عجبكم. مع السلامة، في امان الله.